في يوم قالت له ام الملاح: هو فين الود راح؟ فين احترامنا للكبير والقدوة للنشء الصغير؟ مشخصات ورقصات ضيعوا فينا الرجولة وميعولنا كتير بنات. الرحمة فينها في البيوت، وليه الحياة صارت كئيبة وشكلها أقرب لموت. قول يا شاعر ليه السكوت؟ ده الكلام على الحال ده فرض، والسكوت عليه جريمة. قول وعلي الصوت وسمع، يمكن ليوم من الماضي نرجع. اسمعيني يم الملاح يا كريمة، البيوت كانت رحيمة لما كان جدارها طين، كل حاجة ليها قيمة جوا منها كنا دايما بنلاقيها: الونس، السعادة، الأمان، التكافل والتراحم، والصحون الدايرة بينا بالطعام بين الجيران. البيوت كانت رحيمة لما كانت زينا منشأها طين، لما كان الليل لنوم والفجر كان سعي وفلاح، وده كله راح. يم الملاح السعادة في بيوتنا ولت بعد ما أدوارها عليت، والجيران بقوا مجهولين، كنا دور وقصاه دورين، أيامها كنا قريبين. الصحون اتهملت والبيبان اتقفلت، ركبوا لها خلاص كالون، ولا عاد في لمة عالطبالي، ولا سهرة حلوة في الصالون. العيال بطلوا يبوسوا الأيادي، وبعد أما وبعد أبويا قالوا مامي وقالوا دادي، اتنعموا ونسيوا الكفاح، وكله راح. يم الملاح كله راح. يم الملاح.